النهارده هنتكلم عن سر مهم قوي. ناس كتير بتسألني ازاي يكون عندي صوت عميق وهو صوت المحترفين. اهلا بيكم، معكم مروه الابياوي مدربه الدوبلاج والتحدث الجماهيري. بتسمع كتير فويس اوفرز بتحس ان صوتهم عميق ومحترف. الطبقه دي بيجيبوها ازاي؟ النهارده هتكلم معاكم عنها. هي طبقه القرار. طبقه القرار ليه طبقه مهمه؟ لان طبقه القرار بتعطي جرافيتاس وبتعطي كمان اوثوريتي. جرافيتاس يعني ايه؟ جرافيتاس معناها ان انت يكون صوتك ليه جديه وهيبه. authority يعني ليك سلطه. مش معنى كده ان احنا هنخوف الجمهور. طبقه القرار او السلطه اللي بتديها لك او الجرافيتس اللي بتديها لك او الهيبه او الجديه اللي بتديها لك بتدخل على العقل اللاواعي للجمهور عن طريق ان هو يحترمك اكتر، يحب الصوت ده، يثق فيه اكتر، يحترمه. فعشان كده كل المعلقين الصوتيين هتلاقيهم بيعملوا الاعلانات الجد او اكثر الاعلانات اللي فيها فخامه او لاكجري اكتر بطبقه القرار او بيسموه الشيست فويس. اجيب الشيست فويس ازاي؟ هندي عليه تمرين وكمان هناخد تطبيق عملي على اعلان حديد. طب ناخد التمرين الاول. التمرين عباره عن هامينج، كانك بتعمل همهمه بس بطريقه عميقه. لما اجي اعمل هقفل الشفايف واقول بطني هي كانها اللي بتطلع الصوت، كانها بتصدر الصوت. يعني النفس جاي من منطقه الويست لاين او منطقه الابدومينال، منطقه البطن، او من عند الحجاب الحاجز. اعمق مكان انت تقدر توصل له. طب نقدر نعمق اكتر من كده؟ هتحس ان في فايبريشنز، ذبذبات تحت العظم اللي موجود في منطقه الشيست. كل ما عملت تمرين الهامينج بطريقه عميقه كل ما اداك الطبقه العميقه. طيب الطبقه العميقه بتدرب عليها ازاي؟ بتتدرب عليها من خلال اعلانات جاده، من خلال التدريب على الوثائقيات، من خلال التدريب على الاخبار. هتلاقي نشرات الاخبار وكل مذيعين الاخبار بيستخدموها، كل المعلقين الصوتيين في الدوكيومنتريز بيستخدموها، الوثائقي. وهنبدا دلوقتي نستخدمها في اعلان حديد عز. يلا بينا. حديد تسليح عز يحقق لك الامان، دقه متناهيه في المقاسات والاوزان، إجراءات جودة مشددة. حديد تسليح عز يحقق لك الأمان، دقة متناهية في المقاسات والأوزان، إجراءات جودة مشددة. تستخدمه كبرى المشروعات القومية في مصر. تأكد من هذه العلامة، علامة الضمان والجودة لحديد التسليح. مسطحات صلب عز الدخيلة، صلب الصناعات الحديثة في مصر. تلبي كافة احتياجات الصناعات الهندسية. جودة عالية. منتجات صلب الدخيلة. الأمان هو أن تتسلح بحديد عز الدخيلة. عز الدخيلة، خبراء صناعة الصلب في الشرق الأوسط. لو نلاحظ أن في إعلان حديد عز بدأنا نعمل تيمبو، يعني إيقاع كأنه زي الأخبار شوية. بدأنا نعمل تيمبو. حديد عز الدخيلة يحقق لك الأمان. بدأت تعمل إيقاع أو وزن للجملة زي ما اتفقنا زمان إن في وزن للجملة عشان يدي موسيقى أو يدي إيقاع. بدأنا كمان ندي صوت عميق. حديد تسليح عز يحقق لك الأمان. ما طلعناش فوق، ما طلعش الطبقات العالية، ما قلناش حديد تسليح عز، ولكن حديد تسليح عز كأننا بنؤدي زي الأخبار، الأداء الإخباري أو الأداء الوثائقي. لما نيجي كمان في إعلان حديد عز هتلاقي الانطباعات، انطباعات الوجه قوية، أو يعني انطباعات الوجه مش مسترخية زي إعلانات الشوكولا أو إعلانات سيدار. هتلاقي انطباعات الوجه فيها جدية وفيها تحس ان انت سيريس اكتر، لان ده حديد. يعني اي اعلان عن حديد، عن بنك، انت بتعطي قوه، بتعطي مصداقيه اكتر. فالصوت العميق هو ما يناسب هذا الاعلان، لان الصوت العميق بيعطي سلطه، الصوت العميق بيعطي احترام، ان الاخر يتم تصورك او يتم تصور اللي بيقول الصوت ده انه اكثر هيبه، اكثر احتراما. فالاعلانات اللي بيكون فيها قوه زي الحديد، زي البنوك، او اي اعلانات فيها مصداقيه بنستخدم فيها الصوت القرار او الصوت العميق اللي بدأنا في اول الفيديو اتفقنا ان احنا نجيبه من خلال الهامينج او من خلال تمرين الهامينج، ان احنا نتدرب عليه كتير ان شاء الله باذن الله. استنونا في فيديوهات جايه هنناقش فيها تقنيات اكتر. لو عجبك الفيديو شير ولايك وسبسكرايب، وما تنساش تكتب لنا في الكومنتير ايه اللي انت حابب ان احنا نناقشك عنه في الفيديوهات الجايه. اشوفكم بكل الخير والحب.